السلام عليكم الاصدقاء ديالي خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اصدقاء ديالي، قبل ما تبدا المباراه ديال الوداد البيضاوي وشبيبه القبائل الجزائري، اول حاجه فكرت فيها نضرب على الدرابو ديال دوله الجزائر الشقيقه واش معلق ولا لا، حيت هما ما رضاوش بينا وما علقوش الدرابو ديالنا لدرجه طيحوا الدرابو ديالهم، غير الدرابو ديال البلاد ديالنا ما يطلعش عندهم في الجزائر. حنايا قلبنا ابيض، الشعب مضياف، شعب الكرم، فين ما بغيتوا الاشقاء ديالنا في الجزائر. الدرابو ديال الجزائر معلق عندنا في كازا، ومرحبا بكم والف مرحبا. وهذه رساله للكراغله، للعصابه ديال الجزائر والجمهور الجزائري اللي ما دافعش على هذه الكارثه اللي كانت وقعت بين الوداد وفريق شبيبه القبائل. حيت كنعرف الرجال الجزائري الرجال ديال بصح كان عليهم يدافعوا ويقولوا خاصهم يترفعوا، ونسمع الناس كيخرجوا الاعلام ويهضروا، ولكن حتى مع كامل الاسف حتى الاعلام الكرغولي ديالكم عمره تنفس وهضر قال لك بان الدرابو ديال المغرب كان عليه يتعلق. على العكس كما كيوقع دابا، حنا معلقين على الدرابو ديالكم عندنا وانتم. ولكن كنتحداكم غدا ولا اليوم في الليل نشوف الاعلام الكرغولي اش يقول، القنوات ديالكم بنشيخ العالم، نتفرج عليكم ونشوفكم واش تقولوا على هذه القضيه، كيفاش الوداد كيفاش المغرب هز الدرابو ديالنا وخدم عقله وكبر عقله وما خدمش هذاك التبريج ديال عبد المجيد تبون والعصابات ديالو. اصدقاء ديالي، اول حاجه نشوفوها غادي نخليكم تشوفوا كيفاش المغرب الرساله اللي صيفطها للجزائر بطريقه احترافيه. خليكم معايا. بكل خير. تبارك الله على الجمهور الودادي الرائع الجميل جدا، بلادنا كامله كنحييها من القلب ديالي، من طنجه حتى القويره وحتى الجاليه المغربيه في جميع انحاء العالم. رساله اون ميساج اونفوي. اول حاجه كنضربوا عليها كنشوفوا بان الخريطه ديال المغرب كامله مكموله وديما مغرب، والدرابو ديال البلاد ديالنا محيح تما. نزيدوا نشوفوا شنو كاين تما. الصور القادمه من مركب محمد الخامس في الدار البيضاء ما شاء الله، دقائق قبل انطلاق السهره. احلى تيفو، الجماهير الكازاويه دائما مبدعه، دائما جايبه لنا العز. الله يعطيكم صحيحتكم. كنحيي كازا كلها على التيفوات الجميله، سواء في الرجاء في الوداد في كما حبيتوا، دائما فرجنا ودائما الخبار ديالنا عند العالم. كرويه رمضانيه من خلال قمه مغربيه تجمع الوداد البيضاوي بشبيبه القبائل الجزائري، مباراة لحساب الجولة الختامية من مرحلة المجموعات في المجموعة الأولى من أجل الصدارة. طبعا فريق شبيبة القبائل ب10 نقاط، ومعه الوداد البيضاوي ب10 نقاط في هذه المجموعة الأولى بعد أن حسمت بطاقتيتان منذ الجولة الماضية. مباراة مهمة من أجل تحديد صح. أنا أول حاجة خدام كنتفرج وكندور عيني فين هو الدرابو ديال الجزائر، واش كاين ولا ما كاين. السعبة ليا ها هو قدامي، راه الدرابو ديال المغرب والجزائر راه. مرحبا بكم في بلادكم الثانية. ميساج انفويي للكراغله والعصابات والكابانات اللي حاكمينهم فرنسا. المركز الأول شبيبة القبائل ب10 نقاط من 5 مباريات، 3 انتصارات، تعادل وهزيمة، سجل 4 وقبل. شو الدرابو ديال الجزائر راه كاع ياكلكم، راه ما تنساوش تضربوا لايك، راه الفيديو باقي طويل. بغيت لايكات كثيرين، بغيت هذا الفيديو يتبارطاجي ويوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم، وبغيت يوصل للعصابات ديال فرنسا والجزائريين الجمهور الجزائري اللي حاول ما يطلعش درابو المغرب عندهم ليه، ولكن حنا طلعنا درابو الجزائر عندنا. هذه بغيت لايكات، المغاربه الحرار الرجال تباركوا على لايك الفيديو، بغيت يتبارطاجي ويوصل جميع انحاء العالم. والوداد ب10 نقاط. اصدقاء ديالي، وريتكم هذه القضيه، ندوزو نشوفوا التحليل، لان الاعلام الجزائري ناض كيبكي، قال لك بان الهدف الاول ديال فريق الوداد بانه كان تسلل وحقه، والكره ضربت في يد ديال المدافع المهاجم ديال الوداد. الاصدقاء ديالي ناضش واحد القرباله، غادي نخليكم تشوفوا وحكموا، عطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. بين قوسين بركوا على لايك، بارطاجيو الفيديو خوتي المغاربه، بارطاجيو. ندوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالو. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، شكرا للزميل نوف الباشي. وكذا الوداد ينهي شوط المباراه الاول متقدما بهدف دون مقابل على شبيبه القبائل، وايضا الترجي التعادل السلبي هناك مع فريق شباب بلوزداد. عزيز، تقدم لفريق الوداد جاء في الدقيقه 38 بعد اداء اتسم بالسيطرة الميدانية، ولكن لم تكن هناك هجمات حقيقية لفريق الوداد رغم السيطرة والاستحواذ، لكن كانت سيطرة سلبية. الوداد عانى في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الثلث الأخير. لماذا؟ لأن
كما قلت في بداية المباراة كانت هناك اختيارات للمدرب غاريدو أنه يختار يلعب لاعبي وسط ميدان، ولكن إذا اخترت تلعب لاعبين وسط ميدان فهذا سوف يأثر على العمق الهجومي. ليس هناك أي مهاجم، أي محطات. الكرة الوحيدة اللي جات لسامبو سجلها، ولكن أظن بأن كان غياب تام للاعبين المهاجمين، لذلك الوداد لم يستغل العمق. كان هناك سيطرة للوداد ولكن سيطرة عقيمة. طيب المشكلة في الاختيارات في العناصر وطريقة اللعب. العناصر أظن تكتيف وسط الميدان على حساب المهاجمين، وأنت محتاج أنك تفوز. على الأقل كان تضيف مهاجم، على الأقل يكون هناك أريحية للاعبين وسط الميدان يلقاو محطات مثل من مثلا كمؤيد لافي او واحد من الاثنين، مؤيد لافي او مترجي اذا اردت ان تحافظ على التوازن. لكن انت مرغم على انك تفوز في المباراه، على الاقل تبدا المباراه الشوط الاول، بعد ذلك تعمل تغييرات. شفنا الوداد عانى في هذا الشوط الاول، والفرص الحقيقيه كانت لشبيبه القبائل، هو من هدد مرمى الوداد. لذلك فاظن بان لازم تكون هناك تغييرات في الشوط الثاني. سناتي اليك لغاريدو. السؤال الثاني لك سيكون كيف سيكون السيناريو في الشوط الثاني من فريق الوداد. اتي الى رفيق للحديث عن شبيبه القبائل وكيف ادار ميلود حمدي شوط المباراه الاول، وهل كان منطقيا هذا التوازن. ولكن قبل كل هذا تعقيبك على الهدف الذي دخل مرمى شبيبه القبائل. نظن بالنسبه للهدف نظن فيه اوفسايد، يعني فيه تسلل، ونظن حتى المخرج راح يجيب لنا، ممكن يجيب لنا الصوره بس. انت ترى انه اوفسايد؟ انا لست حكم، لكن نظن انه فيه اوفسايد وفيه لمسه يد يعني بعض الشيء، لانه عندما توقف الكره او لا ليس فيها اوفسايد. في ترويج اين الاوفسايد رفيق؟ قبل في الانطلاق الكره الاولى من البدايه. في البدايه ايوه. لا قبل نشوف. لا من هنا. هنا مش اوفسايد. هنا وقفها. هنا مش اوفسايد. هنا اوفسايد. هاولي متقدم واضح، حتى الحكم واضح. شوف. في بدايه الكره في اوفسايد. هنا شوف رجله هنايا. لا اوفسايد، حتى كتفه حتى كل شيء متقدم، راسه وكتفه كل شيء واضح. هي واضحه والله يا رفيق. شوف الصوره هي محتاجه الفار هذه، محتاجه الفار. فعلا الاوفسايد اذا وجد سيكون بمليمترات. التسلل واضح. هو قبل ان تخرج الكره من الكره في رجله. هي زي اللقطه الصحيحه. شوف هاي اللقطه، هاي الكره وشوف هي اللقطه الصحيحه على خط واحد اللعيبه. رجل المدافع، شوف رجل المدافع اليمين، شوف هاي كتفه متقدم. لا شوف رجل كتفه متوازنه مع رجله. هذا رجله. طيب بغض النظر عن هذا الهدف، طبعا هو كان لابد من وجود الفار، وهذه نقطه تحدثنا عليها في طبعا القادم. بالنسبه طب فيها اوفسايد فقط، اتفقنا انها اوفسايد. انا حتى هنا في الترويض نظن فيها صدر وبعدين يده، فيها صدر ويد، فيها لمسه يد، والله اعلم. على كل حال انا قلت لك رايي الشخصي في اوفسايد وفي لمسه يد. طيب ندخل على الشوط الاول. لعب موليد حمدي. بالنسبه للشوط الاول نظن ان حمدي المدرب حمدي بدا بسيناريو لكي حتى في الشوط الثاني يكون عنده ممكن سيناريو اخر. بدايه جيده، 4-3-3 يتحول الى 4-1-4-1، يعني بوخنشوش يكون امام الدفاع، وقاسي وابو مشرة في بناء اللعب. زياده عن هذا لناقش شبيبه القبائل ممكن المسانده الهجوميه، اول شيء من الظهيرين، ثاني شيء من اللاعبين زردوم وقنينة، خاصة في مساندة مواقي كراس حربة. ولكن فيه توازن، يعني تقريبا شوط أول محترم كانت لهم فرصة في البداية، كان ممكن يسجل فرصة سانحة للتسجيل، ولكن مع مرور الوقت تحسن البلوك متراجع كثير للوراء، فيه مبالغه في الدفاع. ولكن عندما تكون عندنا الكره حاولنا ايضا، يعني حاول، وكانت الهجمات هناك هجمات منظمه، لازم وهجمات مرتده خطيره لفريق شبيبه القبائل، لانه في بعض الاحيان فيه مدربين يختاروا بعض اللاعبين اللي عندهم صفات اكثر دفاعيه. مثال بدا اليوم البدايه اللي بدا بها المدرب 4-3-3 او 4-1-4-1، يلعب اكثر لغلق المساحات، لغلق الاطراف، اللي فيه الكثافه العدديه في وسط الميدان، لكي يعمل على توازن يلعب. لانه بدايه لو بقت النتيجه 0-0 هو اكثر يعني المرشح للمرتبه الاولى، ولكن بعد تقبلوا للاهداف في بعض الاحيان سيناريوهات، انت تبدا بسيناريو ولكن هل تتقبل هدف ام لا؟ وفي هذه اللحظه خاصه عندما تتقبل اهداف السيناريو يتغير، يعني السيناريو حتى اللي حطيته كسيناريو كبدايه المباراه يختلف، ما تعرفش يكون في عده يعني سيناريوهات في شوط اول. ولكن شوط ثاني لازم على شبيبه اول شيء المبادره اكثر للهجوم، عندك لاعبين فعاليين في الهجوم حتى على الاطراف، نتكلم على ابو عاليه، نتكلم على نايت سالم
المهاجم الشاب ممكن يتسالم يطلع كراس حربه، مواقي يلعب على الجهه اليسرى، واخراج زردوم زياده الهدف وعاليه على الجهه اليمنى افضل ايضا. طيب هذا سؤال العزيز، 7 تسديدات الوداد على المرمى، تسديدتين فقط فقط مؤثرين. لا هادو من 6 تسديدات ما نسميوش تسديدات لانه كلهم 3 امتار و4 امتار خارج المرمى. طيب لكن الوداد كان يستحق ضربه جزاء في السيناريو الشوط الثاني. كانت هناك لمسه او احتكاك من الحارس مع السيناريو الشوط الثاني. نعم. السيناريو الشوط الثاني مع وجود زهير المترجي مع زهور ومؤيد اللافي مع ناجي مع اظن بين الشبيبه كان افضل من ناحيه استغلال الفرص، لان تحت لي فرصتين للتسجيل. قام بدور مميز في تطويق الملعب في الطول وفي العرض، لم يترك المساحات. والوداد ساعده لانه اختيارات غاريدو كانت اختيارات تكتيف من لاعبيه وسط ميدان ولعب باثنين محورين. هذه فرصه، نعم هذه فرصه، احسن فرص كانت الشبيبه. لذلك قلنا بان من حيث استثمار الفرص اظن بان الشبيبه قدم شوط اول محترم جدا. الوداد اللي لازموا انه يغير من اسلوب اللعب، حتى المدرب يقحم بعض المهاجمين ليعطي حلول لاعبيه وسط الميدان، لان اللاعبين في وسط الميدان ما عندهمش حلول. هناك حلول في وسط الميدان وتمرير الكره، ولكن عندما تقترب من 30 متر الاخيره ليس هناك اي حل، ليس هناك مهاجمين، ليس هناك تغيير النسق. لذلك ليس هذا هو. خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تباركوا على هذاك اللايك، تبارطاجيو الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تشتركوا في القناه، تفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم.